هل تتخيل إنك ممكن تبدأ مشروعك النهاردة وتستخدم الذكاء الاصطناعي بدل الموظفين؟ مش خيال. النهاردة هقولك على 10 أفكار بيزنس بالذكاء الاصطناعي تقدر تبدأهم وانت قاعد في البيت ومجهود بسيط جدا. يلا نبدأ. الفكرة الأولى: كتابة المحتوى باستخدام AI. النهاردة في آلاف المواقع والشركات بتدور على كتاب محتوى، بس انت مش لازم تكون كاتب محترف. باستخدام تشات جي بي تي أو كلود أو جاسبر AI تقدر تكتب مقالات، سكريبتات أو حتى بوستات للسوشيال ميديا وتبيعها على مواقع زي فايفر وأبورك. ابدأ بخدمة بسيطة ومع الوقت هتبني براندك ككاتب محتوى ذكي. الفكرة الثانية: التصميم بالذكاء الاصطناعي. لو ما عندكش خبرة في الفوتوشوب مفيش مشكلة. باستخدام أدوات زي كانفا AI أو ميد جورني أو ليوناردو AI تقدر تصمم لوجوهات، صور منتجات أو صور تسويقية وتبيعها على إتسي أو عبر إنستغرام. الفكرة هنا إن الذكاء الاصطناعي هو المصمم وإنت المبدع اللي بيوجه الأداة. الفكرة الثالثة: صناعة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. الناس دلوقتي بتحب الفيديو أكتر من أي وقت. استخدم أدوات زي بيكتوري أو رانواي ML أو هيجن عشان تعمل فيديوهات تسويقية أو تعليمية أو حتى محتوى يوتيوب كامل من غير ما تظهر بوشك. تقدر تبني قناة كاملة حول محتوى AI وتبدأ تكسب من الإعلانات. الفكرة الرابعة: التسويق الذكي AI ماركتينج. الشركات محتاجة تسويق رقمي بس مش عارفة تستخدم الذكاء الاصطناعي. انت ممكن تقدم نفسك كAI ماركتر وتستخدم أدوات زي تشات جي بي تي ونوشن AI وهاب سبوت AI في كتابة الإعلانات، تحليل السوق، وإنشاء خطط تسويقية ذكية. كل اللي محتاجه إنك تتعلم الأدوات دي شوية وتبدأ تقدم خدماتك. الفكرة الخامسة: التعليق الصوتي. لو صوتك حلو فده مكسب، بس حتى لو مش كده عندك أدوات زي 11 Labs وميرف AI وplay.ht بتعمل أصوات احترافية لأي فيديو. تقدر تبيع خدمة تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي على المواقع المستقلة أو تقدمها لصناع المحتوى. ناس كتير عايزة تتعلم تستخدم تشات جي بي تي أو ميد جورني أو نوشن AI، وإنت ممكن تعمل كورسات قصيرة أو كتب PDF تشرحها وتبيعها على جامرود أو يوديمي. الفكرة مش إنك خبير، الفكرة إنك فاهم الأداة وبتشرحها ببساطة. الفكرة السابعة: تطوير شات بوزنس. المواقع والمتاجر الإلكترونية دلوقتي بتحتاج شات بوت يرد على العملاء. استخدم أدوات زي ماني شات أو بوت بريس أو تشات جي بي تي API وقدم خدمة إنشاء شات بوت ذكي للشركات الصغيرة والمتوسطة. الطلب عالي جدا والمنافسة لسه قليلة. الفكرة الثامنة: إنشاء صفحات ومواقع بالذكاء الاصطناعي. في أدوات زي Durable AI وFramer AI بتخليك تبني موقع كامل في دقائق. ممكن تعمل مواقع لعملائك أو تبيع خدماتك AI Web Creator. شغل مربح وسهل جدا تبدأه لو فهمت الأدوات. الفكرة التاسعة: تحويل النصوص لبودكاست. في أدوات بتحول النص لصوت طبيعي زي Play.ht أو Revoicer. اكتب محتوى قصير، خليه صوت، نزله على سبوتيفاي أو يوتيوب وأبدأ تكسب من الإعلانات والرعاة. ممكن تعمل بودكاست عن أخبار التكنولوجيا أو التنمية الذاتية، كله بأدوات AI. الفكرة العاشرة: مستشار الذكاء الاصطناعي AI Consultant. دي الفكرة الأكبر. الشركات محتاجة حد يفهمها إزاي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في شغلها. لو اتعلمت شوية عن تشات جي بي تي، الأتمتة وأدوات العمل الذكية، ممكن تقدم استشارات للشركات وتاخد مبالغ محترمة جدا. زي ما شفت، الذكاء الاصطناعي مش هياخد مكانك، هو هيساعدك تكون أسرع، أذكي وأغنى. أبدأ بفكرة واحدة من ال10 دول وجرب النهاردة مش بكرة، واكتب لي في الكومنتس أكتر فكرة عجبتك إيه وناوي تبدأ بيها. متنساش اللايك والاشتراك عشان الجاي أقوى.